النهارده بنناقش موضوع خطير جدا، موضوع التحرش بالأطفال. الطفل هو لا حول له ولا قوة، وبتبقى مسؤولية الأسرة بالكامل إنها توجه هذا الطفل الذي لا يعي ما حوله. بنقول إن التحرش بصفة عامة هو إثارة للمشاعر الجنسية للطفل. الطفل هنا بيواجه أزمة وبيواجه كارثة كبرى، بأن هو لا يكون قادرا على الإفصاح عما يحدث له. دي نمرة واحد. والكارثة الأكبر وهي التحرش الجسدي الذي يمزق ما به طوال الأيام القادمة من التأثير النفسي والتأثير البدني على الطفل. بنقول إن التحرش زاد في الآونة الأخيرة لما فيه من عرض الإباحيات 24 ساعة على النت. بنقول إن التحرش زاد في الفترة الأخيرة لعدم وعي الآباء والأمهات بأن هم يوصلوا رسالة الثقافة الجنسية لأبنائهم. زاد التحرش في الآونة الأخيرة لأن دلوقتي ابتدى الوعي يقل والتنبيه على الطفل منذ الصغر. ومجتمعنا الثقافي ان احنا ما نتكلمش في موضوعات او الاشياء الجنسيه للطفل، ودي الخطوره اللي هوجه عليها الكلام دلوقتي. طبعا احنا بنقول ان الدور او الوقائي لحل مشكله التحرش هو الدور الاسري. انا مش هقول الاعلام ولا هقول اي حاجه تانية، ولكن دور الام والاب في الاسره منذ ان يكون الطفل عنده عامين، لان احنا بنشوف ان الطفل بيتحرش به من هو عنده عامين. اذا انا دوري ايه كأم او كأب؟ ان انا ابدا اتكلم مع ابني ازاي؟ احنا بنتكلم في موضوع التحرش حسب كل مرحله ليها اسلوب في الكلام. ما ينفعش طفل عنده سنتين اقول له التحرش والعوره، لا، انقي الالفاظ البسيطه. اقول له ان هذا المكان اللي انت بتخش فيه التواليت او تتبول بيه لازم محدش يشوفه ولا يلمسه. يبقى احنا بنحط تنبيه للطفل ان المكان ده مكان حساس جدا، ممكن انت تتعب منه بعد كده، فما تخليش حد يلمس المكان ده او يشوفه. يكبر معايا الطفل اقول له ان ما ينفعش حد اكبر منك يلعب معاك، ما ينفعش حد اكبر منك يلمسك او يتكلم معاك بطريقة فيها اثارة للاعضاء الجنسية. لازم الام والاب ما ينكسفوش من ان هم يوجهوا ابنائهم. والله وجه ابنك في الصغر، تقيه شر حوادث التحرش في الكبر. دايما نقول ان الوعي والوقاية خير من العلاج. انا بجد اسر كتيرة جدا بتخطأ في انها ما تديش لابنائها النصيحة الجنسية. لا، ده احنا في دلوقتي كورسز ومحاضرات بتنزل للتثقيف الجنسي للأسرة علشان تقدر تنزل بيها لأولادها وتكلمهم على المستوى ده. لازم البنت تتثقف كويس جدا في الموضوع ده، ويتقال لها ان في مرحلة من المراحل ان مش كل الشباب بيبقوا معجبين بيكي، لا، دي مرحلة اسمها مرحلة الشهوة ومرحلة البلوغ، ولكن ليس حب فيكي انت كشخص. لازم نعرف كويس جدا ان التحرش الجنسي بالاطفال بيبقى سببه ان الام والاب ما بيستمعوش لابنائهم. الكارثة والطمة الكبرى ان لما بيحدث التحرش من الممكن أن نقي أبنائنا ونحميهم من تحرشات عديدة فيما بعد، ولكن ما بشوفه على الساحة إن الطفل لما بيتحرش بيه بيعاد التحرش مرة واثنين وثلاثة بيه من نفس الشخص. ليه؟ لأن هو ما تعودش إن هو يحكي للأم أو الأب ما يحدث له منذ نعومة أظافره كما يقال. فلازم الأم من اللحظة دي تتعلم إنها توجه ابنها إن ما ينفعش تقعد على رجل حد، ما ينفعش حد يكلمك، حتى أخوك اللي في البيت ما ينفعش يفتح عليك باب التويلت ويشوف حاجة زي كده. بنقول دايما الوقاية خير من العلاج، ولابد ان احنا نراعي نقطة الثقافة الجنسية في بيوتنا. دي حاجة مش عيب ولا حرام، ولكن اللي بقول عليه ان العيب والحرام هو التحرش بالفعل وليس الكلام والمعلومات هي اللي عيب.